من المنتظرين يا أحبابي. سألني أحد العلماء وهو صديق لي، فقال لي: يا عبد الحميد، أنت تبشر الناس بقرب الظهور وظهور الإمام على أي أساس؟ قلت له: مولانا، أنت سيد العارفين، هاي الأحاديث اللي هي أكثر من أحاديث الصلاة والصوم وكل شيء، الأحاديث الواردة من رسول الله وأهل البيت 14 معصوم بما فيهم الإمام المهدي يتحدثون عن الظهور ومواصفات الظهور وكيف يطلع. ثم قلت له: أسألك سؤال مولانا. قال: سل. وكنا على مائدة الطعام جالسين، قبل أن نأكل هو فاجأني حتى الطعام يكون أكثر استزاغة ولذة وطعما. قلت له: أنت من المنتظرين أم من غير المنتظرين؟ اسمعوها، احفظوها آخر كلمة. سكت. قلت له: مولانا اسمع، أنت من المنتظرين أم لا؟ ما تستطيع تقول أنا لست من المنتظرين، لأن إذا قلت لست من المنتظرين تخرج عن الدين وعن الإيمان. قال: أنا من المنتظرين. قلت: عظيم، فأنت من المنتظرين تنتظر إماما يخرج بعد موتك وبعد وفاتك أم يخرج في حياتك؟ إذا تنتظر إمام يخرج بعد موتك فأنت لست من المنتظرين. لما تقول أنا من المنتظرين يعني تنتظر إمام يخرج في حياتك، فإذا ما خرج في حياتك فالله سبحانه وتعالى يخرجك من قبرك شاهرا سيفك، مجردا قناتك، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، وتكون مع الإمام سلام الله عليه. فلا يستطيع أحد أن يقول أنا لست من المنتظرين، يكفر ويخرج من الدين، لأن الانتظار هو أبرز علامة للإيمان. فهل أنت تنتظر إماما يخرج بعد وفاتك وبعد رحيلك؟ إذا كنت تعتقد أن الإمام يخرج بعد موتك فلست من المنتظرين، وإذا تعتقد أنه يخرج في حياتك فلا نقول نحن أكثر من ذلك. القرآن الكريم يقول: وما أمر الساعة، الساعة هو الإمام المهدي سلام الله عليه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.